سلام خياتي، نتمنى لكم تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة وعافية. اليوم راح نديروا مع بعض حلوة منقوشة ومعسلة، اللي هي حلوة الورقة المنقوشة. حلوة بزاف هايلة وطرية ومحشية، توالم كامل المناسبات تاعكم وبمقادير بسيطة. إذا بالنسبة للمقادير، عندي كيلة مارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة، ونفس الكيلة زيت، ونفس الكيلة كذلك حليب. نحط المارغرين كما قلت لكم بدرجة حرارة الغرفة، سينو ذوبوها. نزيد عليها الكيلة تاع الزيت والكيلة تاع الحليب من الثلاجة عادي. نضيف عليه مغرفة لافاني بودر، أو كذلك تقدروا تستخدموا لافاني سائلة. ونضيف رشة ملح لتعديل الذوق. نخلط كامل هاد المكونات. هنا ملاحظة مهمة، أنا خلطت بالباتور، وإذا كان حبيتوا تخلطوا بالفوي تقدروا، لكن نخلطوا مليح مليح هاد المكونات حتى تتجانس وترجع، يعني المكونات ترجع لكم كريمة. تتجانس كامل هاد المكونات وترجع لكم كما قلت لكم كريمة. الزيت تاعنا، الزيت راح تدخل كامل في العجينة هكذا، باش كي نشكلوا الحبة تاعنا ما تخرجناش يعني الزيت، وكي نحطوها للفرن طيب ما تطلقش الزيت. شوفوا معايا كيفاش رجع القوام تاع العجين تاع الخليط تاعنا، رجع كريمة وثقال. نبدا نضيف في الفرينة. هنا ضفت الكيلة الاولى فرينة، زدت الكيلة الثانية، زدت الكيلة الثالثة، وجدت الكيلة الرابعة خليتها على جهة. بديت ندخل في هذا في هذه الكمية تاع الفرينة اولا، وضفت الكيلة الرابعة. العجينة يعني تجيكم طرية، والملمس تاعها شحال طري، عجينة هايلة ما شاء الله. ندخل هذه الكمية اولا، ونبدا نضيف في الكيلة الخامسة، لكن بالتدريج، ما نضيفوهاش ضربة واحدة، ضيفوا بالتدريج باش تشوفوا شحال تديكم، يعني شحال تديكم من الكيلة الخامسة. انا بديت نضيف بالتدريج ونجمع غير باصابع اليد، العجينه ما ندلكوهاش. ضفت كامل الكيله، بقات لي حوالي مغرفه من الكيله الخامسة وزدتها كامل. هنا تقدروا تكتفوا بالخمس كيلات، وعلى حسب نوعيه الفرينه اللي عندكم قادرين يعني تلحقوا تزيدوا لها حتى 3 مغارف الى 4 مغارف فرينه. اذا كان حسيتوا انها طريه مليح مليح، زيدوا حتى 4 مغارف فرينه. هنا بالنسبة للحشو عندي 2 كيلات كاوكاو محمص ومرحي، مع 4 كيلة سكر و4 كيلة دجلان محمص. ضفت عليه مغرفة مارغرين ولافاني، وبديت نجمع بالماء الزهر. بالنسبة للكاوكاو أنا حمصته شوية زيادة، يعني خذالي اللون أحمر بزاف. انتوما حاولوا ما تحمصوش مليح الكاوكاو تاعكم. جمعت العجينة بالماء الزهر، وبديت يعني نشكل في الحبة تاعنا. في الحبة هنا عندي الحبة الميزان تاعها 45 غرام. اللي حبيتو يعني الحبة تاعكم تجيكم متوسطة، ديروا 45 40 حتى 45 غرام، تجيكم متوسطة، ما هي كبيرة ما هي صغيرة. بديت نشكل بهذه الطريقة، حطيت الحشو وغلقت العجينة مليح مليح، وبديت نقوس فيها، يعني نشكلها على شكل قوس. كما راكم تلاحظوا راني قربت لكم الصورة باش تشوفوا مليح، وحطيتها على الكوبات وبديت ننقش. حكمت نقاش عادي، درت يعني رشيت عليه شويه فرينه، ودرت خط في الوسط هكذا، خط من الطرف للطرف، وبديت ننقش الجهتين بهذه الطريقه. العجينه طريه راح تساعدكم في التنقاش، ماهيش يعني من النوع اللي كي تنقشوا يعني تجيكم العجينة تلصق في النقاش. هاد العجينة بزاف طرية وهايلة. نقشت مليح، انا اشاك فوا نقش الحبة تاع الحلوى، نعاود لها للمرة الثانية باش تنقاش يبقى محافظ على الشكل تاعو، والحبة تبقى متحوفة. وكي نقشو بطبيعة الحال الحبة تاع الحلوى يعني تغير الشكل تاعها، ما تبقاش يعني محافظة على الشكل الأول. نحكم مغرفة
نحاول بهذه الطريقة نرجع لها الشكل الأول، نقوسها بالمغرفة. عندي كذلك راح ننقش واحدة أخرى قدامكم باش تشوفوا الطريقة وتشوفوا تتضح لكم الطريقة، خاصة المبتدئات وينجحوا فيها إن شاء الله. نقشت درت خط أولا من طرف لطرف، وبديت نقش الجهة الخلفية والجهة الأمامية، ونعاود في كل مرة نعاود نبين هذوك الخطوط تاع النقاش ونصقمها بالمغرفة بهذه الطريقة، ونحيها نرفدها غير بالمغرفة ولا بالفرشيطة ونحطها في صينية. بالنسبة للفرن نسخنوه، يعني نشعلو الفرن الافونس يسخن على درجة حرارة 180 درجة، ونخلو الحلوى تاعنا ما نحطوهاش للفرن في الفرن مباشرة، نخلوها تشيح شوية حتى نلاحظوا انه شاحت نوعا ما، والنقاش يعني التنقاش راه رجع يبان مليح مليح. ندخلوا الحلوى تاعنا للفرن وتطيب من الجهة الامام التحت، من الجهة التحتانية ومن الجهة الفوقانية كذلك، حتى تاخذ اللون الذهبي. وريت لكم يعني 3 حبات طريقة التنقاش بهذه الطريقة. وها هو الشكل النهائي بعد ما نقشت كامل الحبات تاعنا، حطيتهم في صينية. شوفوا الشكل شحال شباب بعد ما طابوا كما قلت لكم من التحت ومن الفوق. ما تحمروش الحلوى تاعكم من الفوق مليح مليح، لانه راح نعسلها وبطبيعة الحال راح يتغير اللون تاعها، يرجع شوية غامق. الحلوى وهي سخونة نحطها في بول كبير ونبدأ نرمي عليه العسيلة، نرمي عليها العسيلة باش تشرب العسيلة بدون أي إضافات، والحلوى سخونة العسيلة باردة. نغطس الحلوى في العسيلة ونخلوها حوالي 5 دقائق تتشرب مليح العسيلة. كما لاحظتوا العجينة ما فيهاش السكر، والحشو درت كمية قليلة، أنا حاولت نقص ماكسيموم السكر لأنه فيه العسيلة باش تجينا الحلاوة يعني سوا. هذا هو الشكل النهائي للحلوة تاعنا لنهار اليوم حبيباتي. بعد ما شربت العسيلة درتها في ليكيسات وستفتها. شوفوا الشكل تاعها شحال شباب، وخاصة التنقاش تاعها ما تغيرش، بقى هو محافظة على الشكل تاعها. وراح نقسم واحدة قدامكم كالعادة باش تشوفوا مدى مصداقية هذه الوصفة وكيفاش جاتنا من الداخل. شوفوا الحشو كيفاش جا مشرب، كيفاش جات طرية. صدقوني هذه الحلوة رائعة شكلا ومذاقا. وصلنا لنهاية هذا الفيديو أخياتي، وإذا كان عجبتكم الوصفة طلعوا لي لا فيديو بليجام هكذا باش تعم الفائدة. ولمزيد من وصفاتي ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس هكذا يلحقكم كل جديد من وصفاتي. وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى بحول الله.